في 2016 في مصر وتحديدا في محافظة الإسماعيلية، كان في يوم في رمضان الأسرة دي كانت بتفطر على الفطار، والأسرة دي كانت مكونة من 4 أفراد. أول واحدة كانت شيماء وعندها 13 سنة، وكان أبوها وكان أمها وكان أخوها الصغير. وبعد ما المغرب أذن الأسرة بدأت تفطر، لكن بعد ما خلصوا فطار وكلهم أكلوا وشبعوا ب3 دقايق بالظبط حصلت حاجة مرعبة حرفيا. الأب وقع على الأرض وبدأ يصرخ ويصوت ويقول بطني بتوجعني، مش قادر أتنفس، بطني بتوجعني جامد. في الوقت ده الأم ما كانتش عارفة تعمل إيه، وجابت له مية عشان يشرب وقالت له مالك فيك إيه. فجأة الأم برضو تلاقي ابنها بيصرخ من الألم وبيقول هو كمان إن بطنه بتوجعه جامد، والاتنين وقعوا على الأرض ومش قادرين يتنفسوا وبطنهم بتوجعهم جامد. في اللحظة دي أم شيماء بدأت تصوت وتنادي على الجيران اللي موجودين جنبها وتقول لهم الحقوني الحقوني يا جماعة. لكن وهي بتصرخ بدأت برضو تحس بألم جاي من معدتها، وبطنها كمان بدأت توجعها جامد، وهي كمان مش حاسة ومش قادرة تتنفس. وقعت كمان هي على الأرض ومش قادرة، وفضلت تمشي على الأرض وتخبط على الجيران وهي مش قادرة أصلا تسند نفسها وبتصوت. الجيران في الوقت ده يتلموا على بيتها، وأول ما يدخلوا البيت يلاقوا أفراد العيلة كلها واقعين على الأرض ومش قادرين يتنفسوا، وبيقولوا إن بطنهم بتوجعهم جامد. وحرفيا الأسرة كلها ال4 أشخاص واقعين على الأرض. شيماء اللي عندها 13 سنة بتصرخ هي كمان وبتقول إن بطنها بتوجعها، وأخوها وأمها وأبوها. على طول الجيران يتصلوا بالإسعاف، وفعلا الإسعاف توصل وياخدوا الأسرة دي على المستشفى. ولما وصلوا هناك للمستشفى حاولوا يعملوا لهم إسعافات أولية، والأم كانت فاقدة الوعي ومش قادرة، هي وابنها الاتنين كانوا فاقدين الوعي. لكن للأسف الأب كان مات، وشيماء كانت قاعدة على السرير التاني اللي موجود في المستشفى، وكانت يعني شبه إن هي كويسة شوية، لكن برضه كانت بتقول إن هي بطنها بتوجعها وكانت بتعيط. والدكاترة قالوا إن ده تسمم غذائي، بس في نفس الوقت كانوا شاكين إن في شبهة جنائية، وبلغوا رجال الأمن باللي حصل. ورجال الأمن أول ما يوصلوا يلاقي إنه الأب توفى بسبب التسمم الغذائي ده، والأم وابنها فاقدين الوعي تماما. الوحيدة اللي هي يمكن كويسة شوية كانت شيماء، وكانوا كمان يقدروا إن هم يتكلموا معاها ويعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. وقالت شيماء لرجال الأمن إن أمها كانت عاملة فطار، والفطار ده عبارة عن كفتة، وكانت محضرة الأكل وكل حاجة تمام، وهم كلوا الكفتة. بس هي ما كلتش كتير لأنها ما كانتش بتحب الكفتة، أكلت شوية صغيرين وخلاص، وقالت لهم الحمد لله أنا شبعت. وطبعا الأم والأب والابن ال3 أكلوا الفطار، ناس صايمة وفطروا وأكلوا وكل حاجة تمام. وبعد ما فطروا ب3 دقايق بالظبط وقع على الأرض وبدأوا يتوجعوا، وبدأوا إن هم يقولوا إن هم مش قادرين وبطنهم بتوجعوا. رجال الأمن وهم قاعدين قدام شيماء الطفلة اللي عندها 13 سنة كانوا مصدقين بنسبة كبيرة إن فعلا ده اللي حصل. لكن في الوقت ده الأطباء يبلغوا رجال الأمن إن شكل الأب بعد الوفاة شكله غريب جدا، وباين كده إن دي حالة تسمم كيميائية، وباين كده إن دي حالة تسمم بفعل فاعل مش تسمم غذائي. في الوقت ده رجال الأمن يشكوا في شيماء لما قالت لهم الأطباء إن تقريبا بنسبة كبيرة في حالة تسمم ومعمولة بفعل فاعل وده مش تسمم غذائي. رجال الأمن ما كانش قدامهم غير إن هم يشكوا في شيماء إن أكيد هي عملت حاجة أو أكيد في حاجة غلط حصلت. ولما حققوا معاها لتاني مرة كانت باين عليها الخوف، وإن هي مخبية حاجة وخايفة تتكلم أو خايفة تقول أو خايفة رجال الأمن تكشفها. ولسوء حظ شيماء الطفلة اللي عندها 13 سنة دي إن أمها بدأت تفوق شوية، ولما الأطباء بدأوا يعملوا لها إسعافات أولية وقعدت في المستشفى حوالي يومين بدأت تفوق. فرجال الأمن على طول يروحوا للأم ويبدأوا يحققوا معاها ويقولوا لها قول اللي حصل بالظبط. الأم تقول إن هي كانت محضرة كفتة وحطها في التلاجة عشان أول ما ترجع تطبخ الكفتة دي، وكانت معاها بنتها شيماء اللي عندها 13 سنة لأنها كانت قاعدة في البيت، ما كانتش بتشتغل ولا كانت بتدرس، كانت قاعدة في البيت بتساعد أمها في حاجات البيت والطبخ والكلام ده. طبخت هي وشيماء الكفتة، وبعد ما خلصوا حطوا الكفتة وفطروا. بس شيماء ما فطرتش معاهم كفتة لأن شيماء ما بتحبش الكفتة، بالرغم إن شيماء لما رجال الأمن حققوا معاها قالت إن هي فطرت شوية صغيرين. في الوقت ده رجال الأمن كانوا مستغربين، طب هي ليه شيماء قالت إن هي أكلت معاهم من الكفتة والأم في نفس الوقت بتقول إن شيماء ما أكلتش معاهم؟ ليه شيماء الطفلة اللي عندها 13 سنة بتكذب؟ وحرفيا يا جماعة القصة دي حقيقية، وهتسمع كوارث حصلت بعد كده.
لان الطفله شيماء اللي عندها 13 سنه دي عملت مصايب حرفيا. انا وانا بحضر للقصه دي وبكتب السكريبت ما كنتش مصدق ان دي قصه حقيقيه، اقسم بالله قصه مرعبه. المهم خلينا نكمل. تقرير الطب الشرعي يطلع ويقلب كل الموازين حرفيا، وقال اللي تعرضوا له الاسره دي كان سم فئران، والسم ده سم زراعي شديد التسمم، يعني حرفيا لو في شويه صغيرين محطين في الاكل هتودع على طول. والتقرير بيقول كمان ان السم اتحط في الاكل بتعمد. رجال الامن في الوقت ده كانوا شاكين جدا بنسبه 90% في شيماء الطفله اللي عندها 13 سنه، ولما واجهوها وضغطوا عليها وقالوا لها ان احنا عرفنا كل حاجه وعرفنا ان انت اللي حطيت السم في الاكل، وحرفيا شيماء انهارت واعترفت بالكارثه اللي هي عملتها، وقالت هي اللي حطت السم في الاكل ده عشان تعيش مع جارها فتحي. لكن مين فتحي ده؟ متخيلين مين؟ راجل عنده 65 سنه، راجل عجوز عنده 65 سنه وعايش جنبهم في البيت اللي جنبهم، جارهم. بس ليه هي تعمل كده؟ خلينا نرجع بالزمن لفتره طويله لما كانت شيماء دي عندها 6 سنين. فتحي الراجل العجوز ده كان صاحب ابو شيماء، وكان بيخش وبيدخل عندهم البيت وبياكل ويشرب معاهم، وعيله شيماء كلهم كانوا بيحبوه لانه كان باين قدامهم ان هو راجل طيب وراجل محترم. وكمان ده راجل عجوز في الوقت ده كان عنده 59 سنه او 60 سنه، في الوقت اللي شيماء فيها كان عندها 6 سنين. كان كل ما فتحي العجوز ده يدخل البيت عندهم كان بيجيب حاجات حلوه لشيماء ولاخوها الصغير، وقدر فعلا يخلي شيماء تتعلق بيه. والعيله كلها كانت بتحبه لانه كان باين قدامهم ان هو راجل طيب ومحترم، وفي المنطقه ما كانش حد شاكك فيه خالص. وكان بيخش بيت شيماء وبيخش يقعد مع ابوها شويه لانه صاحب ابوها، وكان عادي البيت مفتوح ليه في اي وقت. والجيران ما كانوش شاكين في اي حاجه، راجل كبير في السن بيدخل يطمن عليهم وبيقعد معاهم شويه وبيمشي. لكن مره على مره فتحي العجوز ده استغل ان الاب والام بيشتغلوا وبره البيت، واستغل ان اخو شيماء الصغير بيبقى كمان بيلعب بره البيت، فكان بيدخل البيت. كانت شيماء بتفتح له البيت عادي. في البدايه فتحي كان بيقعد مع الطفله شيماء اللي عندها 6 سنين وبيعمل حاجات مش طبيعيه، مره يحسس عليها، مره يمسك حاجات كده مش طبيعيه زي ما انتم فاهمين بالظبط. وشيماء عشان عندها 6 سنين وصغيره ما كانتش مستوعبه اللي بيعمله فتحي ده. واستمرت الزيارات الكتير لفتحي العجوز ده لشيماء في ظل ما الاب والام مش موجودين والاخ بيلعب بره. مع الوقت يبتدي الموضوع يتطور ويبتدي يحصل حاجات كتيره مش طبيعيه والبنت مش فاهمه، لكن واحده واحده فتحي يبتدي يفهمها كل اللي بيحصل، وبالعكس بقى يفرجها على افلام مش ولا بد. واستمرت الايام على كده والسنين، وشيماء اتعلقت جدا بفتحي لدرجه ان هي بقت بتعشق حاجه اسمها فتحي. انتوا متخيلين؟ شيماء مع الوقت بتعشق واحد عنده 65 سنه، واول ما شيماء تمت ال 13 سنه العلاقه اتطورت اكتر واكتر، وبقى يحصل ما بينهم علاقه غير شرعيه. انتوا متخيلين؟ انا بجد مش مصدق. وشيماء في الوقت ده كانت بتعشق حاجه اسمها فتحي. انتم متخيلين؟ كان فتحي بيروح لها البيت لما تمت ال 13 سنه والعلاقه اتطورت اكتر واكتر، يروح لها البيت ويفرجها على افلام مش تمام، ويخليها تعمل معاه نفس اللي بيحصل في الافلام. وشيماء مبسوطه والدنيا معاها تمام، وبتعشق حاجه اسمها فتحي، وفتحي بيعشق حاجه اسمها شيماء. متخيلين؟ شيماء عندها 13 سنه وفتحي عنده 65 سنه، وكل ده الاب والام مش ملاحظين اي حاجه خالص، لان ده راجل عنده 65 سنه وبيجي يقعد معاهم شويه وبيزورهم وبيمشي. لكن اخر فتره الاب والام بدأوا يلاحظوا ان فتحي ده بيجي لهم كتير البيت وبيجي زيارات كتيره البيت. الاب بدأ يستغرب وسأل مراته وقال لها هو فتحي ده بيجي ليه كل شويه البيت وكل شويه بيزورنا؟ في حاجه غلط بتحصل. وفي يوم كان فتحي بيزورهم في البيت، الاب اتخانق معاه وحصلت خناقه كبيره، والاب في الوقت ده قرر ان هو يطرد فتحي وتحصل ما بينهم خلاف قدام العيله كلها. قال له اطلع بره وما تجيش تاني، وحصل ما بينهم مشكله كبيره. وده طبعا ضايق شيماء وضايق فتحي، الاتنين اتضايقوا لانه مش هيعرف يجي لها البيت تاني، مش هيعرف يعمل معاها علاقه غير شرعيه، وفي نفس الوقت شيماء مش هتعرف تشوف فتحي تاني. الاتنين حرفيا يعني مش عارفين يعملوا ايه. بعد كام يوم فتحي يشوف شيماء في الشارع ويقف معاها ويتكلم معاها ويقول لها احنا لازم نخلص من ابوك وامك ومن كل افراد العيله عشان نبقى انا وانت براحتنا. المفروض شيماء في الوقت ده ترفض وتقول له انت بتتكلم ازاي؟ ده ابويا وامي واخويا، ازاي يعني؟ مستحيل. لكن لا، شيماء وافقت على كل اللي قاله فتحي، بل بالعكس كانت بتعشقه وقالت له اللي انت عايزه انا هعمله لك. في الوقت ده فتحي قال لها خدي السم ده
حطه لهم في الاكل. وفعلا شيماء خلت معاها السم ده، واستغلت ان في يوم في رمضان امها هتعمل كفته، وفي اليوم اللي هي بتعمل فيه كفته ده الام والاب عارفين ان شيماء ما بتحبش الكفته، فاكيد مش هتاكل معاهم من الكفته. فالام قررت ان هي تعمل لها اكله تاني عشان تفطر، بدل ما هي ما بتحبش الكفته عملت لها اكل على جنب تفطر هي لحالها وهم يفطروا الكفته. شيماء استغلت اليوم ده، ولما امها رجعت من الشغل قبل المغرب ب3 ساعات كانت هي وامها بيحضروا الفطار، وهما الاتنين واقفين في المطبخ وبيعملوا الكفته. واول ما قربوا يخلصوا الام خرجت من المطبخ. في الوقت ده شيماء طلعت السم وحطت السم في الاكل والكفته بكميات كبيره جدا. في الوقت ده الام والاب والابن كانوا بياكلوا كفته والدنيا معاهم تمام، لغايه لما بداوا يحسوا ان في الم كتير والم شديد في معدتهم، وحرفيا وقعوا على الارض من كتر الالم. وشيماء عملت نفسها كمان ان هي بتتوجع، ان الاكل فيه تسمم غذائي، وعملت نفسها ان هي بتعيط. ولما خدوهم على المستشفى الاب كان مات، والام والابن كانوا فاقدين الوعي تماما. وقالت كمان لرجال الامن ان هي اكلت معاهم كفته بس بكميات قليله، عشان كده هي ما فقدتش الوعي عشان ما اكلتش كتير معاهم. لكن من سوء حظها ان الام تفوق وتبتدي تتكلم مع رجال الامن وتطمن على بنتها وتقول الحمد لله ان بنتي ما كلتش معانا من الكفته. الكلمه دي هي اللي حلت القضيه، ان هي قالت الحمد لله ان بنتي ما كلتش معانا من الكفته. رجال الامن وقفوا عند الكلمه دي وقالوا لها ازاي دي شيماء بتقول ان هي اكلت معاكم كفته بس ما كلتش كتير. فلما رجال الامن تضغط على شيماء تعترف بالكارثه اللي عملتها هي والعجوز فتحي اللي عنده 65 سنه، ويتحاكم على فتحي اللي عنده 65 سنه بالاعدام، وشيماء دي تروح الاحداث. وبجد انا مش عارف اتعاطف مع شيماء ولا مش عارف، يعني انا مش مصدق، بس برضه هنقول دي بنت عندها 13 سنه وصغيره مش عارفه هي بتعمل ايه.